النهارده 7 يوم ليا اتعلم سينما 4 دي، ودي اسهل واسرع طريقه انا عملت بيها 3 دي موديل في حياتي. بصوا كده، انا مثلا عايز اعمل الموديل ده. اول حاجه هنعمل شكل بسيط جدا منه. دول لو بصيت هتلاقيهم 3 سلندر عادي جدا. وفي سينما بقى في حاجه هنا اسمها فوليوم بيلدر، هنحط فوليوم بيلدر ونسحب تحتها الموديلز اللي هي بتاع السلندر دي. الفوليوم بيلدر ده بياخد الشكل الخارجي بتاع كل الموديلز اللي محطوطه تحتيه. اول مشكله تواجهها هنا ان هو بقى شكله وحش، مش ده الشكل العادي بتاعه، بس دي حلها بسيط. هتيجي في السيتنجز وتغير شويه ارقام، هتلاقي ان الشكل اتحول معاك لكده. المشكله التانيه بقى ان ده هو لسه فوليوم، هو مش يعني مش حاجه زي ده، مش اوبجكت. بس دي حلها بسيط، هتيجي هنا وتعمل فوليوم ميشر، هتلاقي ان هنا اتحولت لمش، بس الموديل بقى اسود. عشان لو جيت عملت زوم هنا هتلاقي عدد الفيرتيسز بتاعها كتير، وده مش حلو على الجهاز. بس دي مش مشكله خالص في سينما، مش بس عشان البرنامج يقدر يستحمل الحجم ده، بس كمان عشان في حاجه جوه اسمها ريميشر. هنحط بقى ريميشر فوق كل دول ونسيب الجهاز بس 5 ثواني بالظبط لحد ما يحمل. بعد ما حمل، ده الشكل اللي طلعه، لسه برضو الفيرتيسز كتيره. هنيجي هنا عند المش دنسي ونخليها 2%، وبس كده انا عملت نفس الموديل بالظبط في اقل من دقيقه. النهارده كان اليوم السابع من 30 يوم بتعلم فيهم سينما. لو عايز تعرف اكتر ما تنساش تعمل لي فولو.